بس طب بس بلاش الولوله دي كفايه، خلينا نفكر كويس. بس طيب لا ما هو مش هينفع نقعد هنا نفكر ايه اللي ممكن يتعمل. لا ايه ده بقى؟ ازيكم؟ معاكم قادر حلقه جديده قبل بدايه الجوله الرابعه من فانتسي البريمير ليج. طمني عليك يا صديقي، جاهز لخزوات الجولات الجايه ولا مش جاهز؟ عشان لو مش جاهز انا جاهز. انا بقالي 3 جولات بتخزوق من اول ما بدانا اللعبه. الناس اللي عملت وايلد كارد في الجوله الثانيه اتخزوقت، الناس اللي عملت وايلد كارد في الجوله الثالثه زي حالتي اتخزوقت، الناس اللي عملت وايلد كارد قبل بدايه الجوله الرابعه حتى الان اتخزوقت، لان ناس كتيره جدا اتصابت فمحدش عارف اجيب مين واسيب مين. يلا بينا نبتدي الحلقه، نشوف جولات الماتشات بتاعت الجوله الرابعه ونجيب مين ونسيب مين، واحسن الفرق اللي لو هنجيب حد منها بتفعيل وايلد كارد نجيبها. وزي ما انت شايف يا صديقي، بدايه الجوله الرابعه يوم السبت 13، ده في اكتر ماتشات، يعني الجوله دي هتلعب سبت وحد بس، مش سبت وحد واثنين حتى. البدايه مع ارسنال ونوتنغهام فورست. نوتنغهام فورست اللي اقال المدير الفني نونو سانتو وجاب المدير الفني السابق لتوتنهام بوستكوغلو. لو عامل وايلد كارد على امل ان الماتشين الجايين ممكن يعمل حاجه، مش عارف. هي المفروض الماتشين الجايين لنوتنغهام فورست حلوين جدا، بس بعد مباراة أرسنال، بس يعني هو هيبقى ريسك لأن احنا مش عارفين بوستكوغلو، وشوفنا بوستكوغلو السنة اللي فاتت مع توتنهام كان بيتعبى جوان، مش بيشيل جوان، بيتعبى جوان، بيلعب بطريقة هجومية. فلو عندك حد من الكريس وود أو جيبس وايت ممكن تلعبه، غير كده حتى الدفاع لو عايز تجيب حد اصبر الجولة دي، أو هتجيبه وتسيبه دكة، يعني أولاقينا أو سيلز. لو جبت واحد من الاتنين هيبقى عندك دكة احتياطي وتقدر تعمل له روتيشن بعد كده. اما عن ارسنال بعد اصابه ساكا، محدش عارف مين افضل حد غير جو كيريس اللي ضامن مكانه اساسي. ما دون ذلك كل الناس والصفقات اللي كانت بتقول ان ارسنال هيلعب كل شويه بشكل، هيبقى فيه روتيشن وهيبقى فيه ناس كتيره جدا. انا عن نفسي جبت كالافيوري المدافع بتاع ارسنال، وخصوصا بعد اصابه جابرييل، فشايف ان هو من افضل الناس. هو تمبر، لان تمبر ممكن يلعب جنب صليبة زي ما هو، وينزل بن وايت لو رجع. لكن كالافيوري اكتر واحد انا شايف ان هو ضامن مكانه، وخصوصا بعد رحيل زيتشينكو. نيجي لخط النص في ارسنال، مش شايف حد معين تقدر تجيبه. هيحصل روتيشن كبير جدا في صفقات كتيره جت في ارسنال، اخرهم ايزي اللي اعتقد هيبقى ليه فرصه في الماتشات الجايه ان هو يبتدي يظهر مع ارسنال. فخلاصة نوتنجهام فورست عندك كود خليه يلعب الماتشين 3 ماتشات الجايين زي ما انا عندي بالظبط الفرقه ومش هغيره. عندك اولاقينا او عندك بتاع دوت سيلز خليهم ولعبهم، او لو عندك حد من دفاع نوتنجهام فورست خليه ال3 جولات الجايين برضه وغيرهم بعد كده. اما عن ارسنال ما انصحش تجيب اي حد، لان حتى ساكا في الغالب الاصابه بتاعته هتقعد لمده شهر، مش هيجي قبل 4 جولات على الاقل، ده لو رجع بعد 4 جولات. ما دون ذلك هو جيو كريس في ارسنال اللي انصح بيه. المباراة التانية بورنموث قدام برايتون. بورنموث عندهم صحوة فظيعة، أكتر واحد سهل إنه يجيب جوان هو إيفان نيلسون المهاجم بتاعهم، وشوفنا المباراة اللي فاتت جاب جون والدنيا كانت تمام، وكان الماتشات اللي قبل كده عنده فرص. تاني واحد هو سيمينيو، طبعا لا خلاف عليه، الولد فورمة وفت وبيهاجم يمين شمال بيشوط من كل حتة. فهم دول أكتر 2 ممكن أنصحك بيهم من بورنموث مع أي حد من دفاع بورنموث. اما عن برايتون مش شايف ان فيها اي حد ممكن يجاب. برايتون فرقه في الوضع الحالي مش في افضل حالاتها سواء دفاع او هجوم، فنتجنب الفرقه دي تماما لغايه اما نشوف ممكن يوصلوا فين. الماتش اللي بعد كده كريستال بالاس قدام ساندرلاند. عندك ماتيتا يلعب طبعا، عندك ايزي خلاص طار، لو عندك اسماعيل صار برضو طار الاصابه، فهو ماتيتا او اي حد من دفاع كريستال بالاس. ما دون ذلك انا مش شايف ان في حد في كريستال بالاس بوتنشال ان احنا نجيبه. اما عن ساندرلاند برضو فرقه على الله حكايتها، بتحاول بتعافر، بس في الاول في الاخر بتتعب جوان. الماتش اللي بعد كده ايفرتون قدام استون فيلا، ماتش قوي جدا. استون فيلا اللي بقى لها 3 جولات في الضياع، ما افتكرش ان هي هتلحق ترجع في المباراه دي برضو. ما انصحش ان انت تجيب اي حد منها، برغم ان الرن الماتش بتاعهم من افضل الفرق الفتره الجايه، لكني ما انصحش، لان احنا اول 3 جولات شفنا الدنيا بتاعتهم شكلها ازاي. اما عن ايفرتون اي حد من خط الدفاع تمام، او عندك اسمه ايه ده، جريليش، او اللعيب اللي هو هال اللي هو بيلعب مركز رقم 10 ب5.5 مليون. انا شايف ان هو اوبشن كويس جدا جدا، وكنت قلت عليه في اول الفيديوهات، وكان معايا في الفريق وخرجته للاسف مع قبل بداية الجولة الأولى. أما عن بيتو هو الأوبشن الأولاني عندهم حتى الآن، بس منصحش بيه. بس اللي أنا شايفه إن هو عامل شغل كويس جدا جدا في إيفرتون هو جريليش مع خط الدفاع بتاعهم.
سواء تاركوسكي او مايكلينكو او حتى حارس المرمى بيكفورد. الماتش اللي بعد كده عندنا فولهام قدام ليدز ما انصحش ان انت تجيب منها اي حد تماما. فولهام حتى الان ماشي على سطر بتسيب سطر، بتمشي وبتهاجم وكل حاجه، بس مفيش حد معين نقدر نقول عليه غير المدافع اندرسون اللي بيعمل تدخلات دفاعيه. غير كده مفيش. برضو عندهم الدفاع مش افضل حاجه وبيستقبلوا اهداف بسهوله. بس الماتش دوت لو عندك حد من دفاع فولهام المفروض يقدروا يطلعوا كلين شيت، ما دون ذلك ما انصحش باي حد من فولهام. الماتش اللي بعد كده عندنا نيوكاسل قدام وولفز. المفروض الكلين شيت مضمون لنيوكاسل. وولفز فريق على الله حكايته تماما، ما انصحش ان انت تجيب منه اي حد تماما. الفرقه حتى الان مش بيلاقي ملامح بتهاجم عليها، اكتر فرقه معمول عليها هجمات، واقل فرقه عامله بتاع دوت فرص هجوميه. اما عن نيوكاسل بعد التدعيمات اللي حصلت دي انا شايف ان الفرصه بتاعتها كويسه جدا، بس برضو الروتيشن عندهم مش مضمون حتى الان، برغم ان هم جابوا برغم ان هم جابوا 2 مهاجمين. ويسا من برينتفورد اللي اعتقد ان هو هيبتدي اساسي، واللعيب اللي جابوه من المانيا ما افتكرش ان هو هيبتدي، بس ويسا اعتقد هيبقى ضامن فرصته اكبر في البدايه لغايه اما اللعيب التاني ياخد فرصه وهينزل في الروتيشن. بس ويسا هو الاوبشن اللي انا شايفه ممكن يتجاب من نيوكاسل، بالاضافه الى اي حد من خط الدفاع بتاع نيوكاسل في المباراه دي وكام مباراه جايين، لان دفاعهم برضو مش وحش ودفاعهم كويس نوعا ما. اما عن باقي مباريات يوم السبت عندنا ويست هام قدام توتنهام. ويست هام اللي عملت صحوه فظيعه المباراه اللي فاتت، وناس كتيره وانا منهم عملنا اوبشن كبير جدا، عملنا تغيير كتير جدا في الوايلد كارد بتاعتنا في نوتنغهام فورست، اعتمادا على ان دفاع ويست هام وحش. وبالعكس نوتنغهام فورست هي اللي فازت وعبت ويست هام فازت على نوتنغهام فورست وعبتهم اجوان. بالنسبه لي انا عندي ريتشاردسون اللي انا شايف ان هو لسه ضامن مكانه بالرغم من الاضافات اللي عملتها توتنهام، بس انا شايف لسه ريتشاردسون وقدوس واي حد من الدفاع في توتنهام. ويست هام لو عندك بون لعيبه وما عندكش خلاص، بالاضافه الى ضيوف الباك ليفت بتاعهم هو اللي بيعمل اتاكينج ريتيرنز كويسه جدا حتى عن وان بيساكا، فلو عندك خليه وممكن تلعبه الماتش دوت ممكن يعمل حاجه بالاضافه الى بون. ما دون ذلك لو ما عندكش حد منهم لا ما تروحش تجيبه. اما عن توتنهام هو الاوبشنين اللي عندك ريتشاردسون وقدوس، دول اكتر 2 ممكن تجيبهم. ما دون ذلك برضو مش شايف حد غير الدفاع، لازم نجيب حد من دفاع توتنهام اللي عامل سيزون كويس جدا، وخصوصا المدير الفني بتاع توتنهام الحالي اللي كان بيلعب في برينتفورد اللعب الاساسي بتاعه ان هو بيأمن دفاع وبيلعب على الهجمات المرتده. نيجي لبرينتفورد، عندك اي حد منها مشيها دايركت ما تستناش عليهم. الفرقه بعد كمان الوضع الحالي وبعد ما ويسا مشي وامبويمو مشي الفرقه مش في افضل حالتها لا دفاعيا ولا هجوميا. اما عن تشيلسي الاساسي بتاعنا الجواو بيدرو، ما دون ذلك برضو ما انصحش بحد، اللهم الا انزو فرنانديز هو الاوبشن التاني من تشيلسي مع كوكوريا طبعا من خط الدفاع او حتى حارس المرمى سانشيز. غير كده وتشالوبا طبعا، تشالوبا اوبشن كويس جدا جدا وارخص من كوكوريا. انا الجوله اللي فاتت كنت عامله في الوايلد كارد ومشيته قبل الديدلاين بنص ساعه ودخلت كوكوريا اعتمادا على ان كوكوريا هيعمل اتاكينج ريتيرز اعلى، بس تشالوبا طبعا عاقبني. اما عن اخر ماتشين في الجوله دي، الماتش الاولاني بيرني قدام ليفربول، محمد صلاح اعتقد ضم مكانه، بس بعد مباراه مصر اللي انا شايفه بعد الاداء اللي هو بدا بيه مش شايفه افضل اوبشن، بس مع ذلك هو الاوبشن اللي ضم مكانه اساسي. بعد الصفقه بتاعت ايزاك اللي جات ليفربول جابكو كيتيكي وايزاك هيبقى فيه روتيشن، واعتقد ان ايزاك بعد ما هيرجع هيبقى هو الاساسي مع محمد صلاح وهيبقى فيه روتيشن ما بين كيتيكي وجابكو. انا معايا صلاح وجابكو هخليهم يلعبوا عادي جدا المباراه دي ويفضلوا معايا لغايه اما اشوف الدنيا معاهم رايحه لفين. عندك اي حد من ليفربول لعيبه عايز تجيب حد، هات جابكو او ايكيتيكي او صلاح واستنى الروتيشن بعد كده، او حتى هات ايزاك ولا خليه معاك يلعب، في احتماليه ان هو يلعب المباراه دي حتى لو نص الوقت وهينفعك بعد كده عشان ما تخسرش الوايلد كارد اللي انت عملته. اما عن مانشستر سيتي قدام مانشستر يونايتد، فرقتين على الله حكايتهم، محدش فيهم اي حاجه فاهم منهم اي حاجه. لو عندك هالاند لعيبه، عندك اي حد من مانشستر سيتي لعبها، لان دفاع مانشستر يونايتد مش في افضل حالاته، وبالعكس صحيح عندك اي حد من مانشستر يونايتد اللي هو امبويمو او برونو فرنانديز لعبهم. غير كده ما تروحش تجيب اي حد من الفرقتين. بس كده يا صديقي، دي تغطية سريعة عن الجولة الجاية ومين أفضل لعيبة اللي نتارجتها لو مفعل وايلد كارد أو حتى عايز تعمل تغييرات عادية. أنا عن نفسي مش هعمل أي تغييرات على الفريق بتاعي لمدة 3 جولات على الأقل، أنا معايا تغييرتين حاليا بس مش هستخدمهم وأخليهم اللي جاي.
مستني لايك شير سبسكرايب لو لسه بتتفرج معايا لأول مرة. سلام.